عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهاردة الفطاير الجميلة ديت بحشوة السبانخ. هنعمل مع بعض عجينة لذيذة جدا، قطنية وهشة، وتنفع مع معجنات كتير، وينفع تعملي بيها البيتزا. وهنعمل حشوة السبانخ، وهعمل معاكم ان شاء الله الفيديو الجاي حشوة تانية بالفراخ. اللي ما بيحبش السبانخ تقدروا تستبدلوا حشوة السبانخ بالفراخ، وهتطلع معاكم لذيذة جدا. بس يلا قبل ما نبتدي انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه اول مره تشوفيني، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. ويلا علشان نبتدي. اول حاجه معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، هنزل بيهم كده في المنخل بتاعي وابدا انخلهم، وعليهم معلقه صغيره من الملح ونقلبه، وعليهم معلقتين كبار من الزيت. ده زيت زيتون، تقدري تستعملي اي نوع زيت عندك. هقلب كده وبعدين هبدا ابس الدقيق مع الزيت بايديا كده، بحيث ان الزيت يتوزع على كل الدقيق. هنبدأ نحضر بقى ايه خليط الخميرة اللي هنضيفه. معلقة صغيرة من الخميرة، وعليها معلقة كبيرة من السكر، ونص كوباية من المية الدافية. هنبدأ نقلبهم مع بعض لحد ما السكر يدوب والخميرة تدوب. هنسيبهم على جنب كده لمدة 5 دقايق لحد ما نتأكد ان الخميرة بتاعتنا كويسة وبتفور كده بالشكل ده. وهننزل عليهم بعلبة من الزبادي. الزبادي هيدي طراوة للعجينة جميلة جدا، وهيخليها كده لينة معانا. هنبدأ بقى نجمع العجينة بتاعتنا بالشكل ده، ونضيف بقى نص كوباية من المية بالتدريج. واحنا بنعجن كل ما نحس ان العجينة لسه فيها دقيق هنضيف مية لحد ما توصل معانا بالشكل ده. هنرش بقى الكاونتر بتاعنا او الحاجة اللي هنعجن عليها بشوية دقيق كده، ونبدأ نعجنه بالشكل ده لحد ما العجينة بتاعتنا تبقى لينة معانا خالص. ولو حسيتي ان هي لسه محتاجة مية ضيفي، لو لزقت معاكي جامد ضيفي دقيق. عايزة العجينة بتاعتنا تبقى لينة خالص وملزقة سيكة كده. هنجيب بقى البولة بتاعتنا وننزل فيها بمعلقة كبيرة من الزيت، وننزل بالعجينة بتاعتنا كده ونغلفها من كل الجوانب بالزيت. هنغطيها بقى بستريتش والفوطة، ونحطها في مكان دافي لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف معانا. على ما تخمر بقى نروح نحضر الحشوة بتاعتنا، دي حشوة السبانخ. معايا هنا نص كيلو من السبانخ ربطة، وزنها نص كيلو. هنبدأ بقى نشيل الجزء اللي هو الساق اللي في الأول دي اللي مفيش فيها ورق خالص، ونبدأ نقطع السبانخ بتاعتنا تقطيعة ناعمة خالص كده زي ما انتوا شايفين. هنقلها بقى في بولة، هننزل عليها بقى بمعلقة صغيرة من الملح، ونوزعها كويس بقى على السبانخ بتاعتنا كلها. وهنفركها بقى بايدينا كده علشان ايه الملح يتوزع والسبانخ بتاعتنا تنزل ميتها. هنسيبها بقى على جنب لمدة ربع ساعة لحد ما توصل للشكل دوت وتنزل المية بتاعتها كلها. هننزل بها في مصفى ونبدأ نعصرها كده لحد ما تنزل المية اللي فيها كلها. هننزل بقى بيها في البولة بتاعتنا بعد ما عصرناها من كل السوائل اللي فيها، وتكون ناشفة خالص بالشكل ده. انزل عليها بشوية من اللحمة المفرومة كده. ده اللحمة المفرومة اختياري، كانوا شوية عندي في التلاجة فانا ضفتهم. وهننزل عليهم جبنة قديمة، اي نوع جبنة انت تحبوها بقى. هنا دي جبنة مملحة، فانا مش هضيف ملح بقى ولا اي حاجة، هكتفي بالملوحة بتاعة الجبنة. كده الحشوة بتاعتنا جاهزة خلاص بقى. بعد ما عدى حوالي ساعتين على العجينة بتاعتنا كانت خمرت وحجمها اتضاعف كده. هبدأ بقى نفرغ منها الهواء كده، وانزل بقى بيها على الكاونتر بتاعي كده، وابدأ اقسمها لنصين، والنص النصين كمان لحد ما اوصل لقطع تكون حجم القطعة قد
قد حجم البيضة. هنبدأ بقى نكورها كده بالشكل ده، نجمع العجينة بتاعتنا كده كل اطرافها ونبدأ نكورها بالشكل ده. هنكور بقى كل القطع بتاعتنا بنفس الشكل بحيث يكون حجمهم كده كلهم تقريبا متساوي. هنا خلصت كل الكمية بتاعتي. هبدأ انقلهم بقى على صينية او على اي حاجة تانية علشان هبدأ افرد على الكاونتر بتاعي هنا. هنجيب الحشوة بتاعتنا بقى ونرش شوية من الدقيق كده ونبدأ نفرد العجينة بتاعتنا قطعة قطعة بالنشابة بقى او المردنة او ايا كان اللي بتسموها عندكم ايه. هنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا بالشكل ده بحيث ان هي تكون بشكل دائري. عايزين سمك العجينة يبقى حوالي نص سنتي. انا خلاص العجينة بتاعتي خلاص كده سمكها بقى مناسب. هنبدأ بقى نضيف الحشوة بتاعتنا. ما تنسوش تغطوا بقية العجينة بفوطة او حاجة علشان وشها ما ينشفش وانتوا شغالين. هنبدأ بقى نجمع الاطراف بتاعتنا كده مع بعض، الطرفين مع بعض، ونضغط عليهم جامد بحيث هي ما تتفتحش معانا واحنا بنسويها. ونبدأ بقى نعملها ضفيرة كده. هنجيب الطرف بتاع العجينة من تحت وندخله لفوق، وكل ما يطلع لنا جزء لفوق كده هندخله لجوه لحد ما نوصل للشكل الضفيرة بتاعنا بالشكل ده. هعمل معاكم قطعة كمان كده علشان الضفيرة بتاعتنا تبان وتعرفوا الطريقة بتاعتها ازاي. ده كده السمك اللي بقولكوا عليه، يعني حوالي نص سنتي كده، يعني ما ترقوهاش قوي ولا تسيبوها تخينة قوي، عايزينها حاجة في الوسط. هنضيف الحشوة بتاعتنا يعني حوالي معلقة كبيرة كده، ونبدأ نجمع الأطراف بتاعتنا مع بعض بالشكل ده كده. ونبدأ نضفرها. هنجيب الطرف بتاعنا اللي من اليمين ندخله لجوه، كل ما يطلع لنا طرف هندخله لجوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تتكون معانا الضفيرة كلها. بالشكل ده كده. في طريقة تانية بقى لفرد العجينة، لو انت مش حابة تفردها بالنشابة تقدري تفردها بايدك عادي خالص بالطريقة دي. هتجيبي العجينة من النص وتبدأي تفرديها وتوصلي للأطراف واحدة واحدة لحد ما العجينة تتفرد معاكي بشكل دائري، ويبقى يعني السمك بتاعها حوالي نص سنتي. هنجيب بقى الحشوة بتاعتنا برضو ونضيفها ونبدأ نجمع الأطراف بتاعتنا بنفس الطريقة بقى اللي فاتت. اهم حاجة نتأكد ان احنا بنضغط جامد على العجينة علشان ما تتفتحش مننا. هنجمع الاطراف ونبدأ نضفرها بنفس الطريقة. نجيب الطرف وندخله لجوه، كل ما يطلع لنا طرف جديد هندخله لجوه بالطريقة ديت. هنوصل اللي في الاخر للجزء اللي في الاخر وهتتكون معانا شكل الضفيرة. هتدي منظر جمالي وفي نفس الوقت هنأكد على تقفيلة العجينة بتاعتنا بحيث ما تتفتحش بالشكل ده كده. نخلص كل الكمية بتاعتنا بقى وننقلها في صينية من صواني الفرن وتكون مدهونة دهنة من الزيت علشان الفطاير بتاعتنا ما تلزقش في الصينية. هنروح نحضر بقى الخليط اللي هندهن بيه على الوش.
معايا هنا كده نص معلقة صغيرة من النسكافيه، هننزل عليه بمعلقة صغيرة من المية وعليهم معلقة صغيرة من السكر، ونبدأ بقى ندوب الكلام ده كله مع بعضه. كده الخليط بتاعنا جاهز. هنروح بقى نجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ ندهن الفطاير بتاعتنا. بالشكل ده. ناخد بالنا واحنا بندهن ان مفيش حاجة تقع على الصينية، نحاول قدر الامكان ان مفيش حاجة تقع علشان ما تتحرقش وتعمل ريحة مش كويسة. ونكمل بقية القطع بنفس الطريقة. هندهن الوش بتاعها كده. بعد ما خلصنا القطع كلها بتاعتنا كده، هنبدأ ننزل بحبة البركة على الوش، ممكن تستبدليه بسمسم بالشكل ده برضو. وناخد بالنا ان احنا منوقعش حاجة برضو على الصينية. هنخلص كل القطع بنفس الطريقة. هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق كده. بعد ال10 دقايق ندخلها الفرن بتاعنا، يكون مسخنينه من قبلها على درجة حرارة 200، ونحطها على الرف الوسطاني، نشغل المروحة وتكون درجة الحرارة بتاعتنا عالية. 10 دقايق ونطفي المروحة، نشغل الشواية لمدة 5 دقايق كمان لحد ما الوش بتاعنا ياخد لون ذهبي خفيف، ونطلعها. هتكون بالشكل ده. تعالوا بقى نحضر صوص نغمس فيه. معايا هنا معلقة كبيرة من الصويا صوص، هننزل بيها في البولة كده، وعليها معلقة صغيرة من السكر، ومعلقتين كبار من الخل الأبيض. هنقلبهم كده لحد ما السكر بتاعنا يدوب، وننزل عليهم ببصلاية صغننة خالص مفرومة ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نقلبها. هنسيب بقى الصوص بتاعنا دوت كده وبرده معلقة صغيرة من السمسم. هنسيب بقى الصوص بتاعنا دوت لمدة نص ساعة كده ولا حاجة، على ما الفطاير بتاعتنا تهدى، ونبدأ بقى ايه ناكلها بالهنا والشفا. ده كده شكل الفطاير النهائي بتاعنا. تعالي نفتحها بقى من جوه ونشوف شكلها. ده كده شكلها من جوه. غمسوها بقى في الصوص وبالهنا والشفا. بس كده، بكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت وسبسكرايب لو لسه اول مره تشوفوني. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. بحبكم.